أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة غير واضحة قيل بأنها تعود للفنان المغربي سعد المجرد يصلي داخل سجن فلوري، وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث أكد البعض منهم أن الشخص الظاهر بها ليس الفنان المغربي سعد المجرد، في حين حاول آخرون إيهام المتفاعلين بتعليقاتهم بالتأكيد على أن الصورة هي للمعلم بالفعل، وقد تم التقاطها له وهو يؤدي صلاته داخل زنزانته. ومن جهة أخرى عبر آخرون عن حزنهم الشديد لاستغلال اسم سعد المجرد من خلال نشر وتداول صور قد تكون مزيفة، معبرين في الوقت ذاته عن أسفهم لاعتقاله ومتمنين أن يكشف التحقيق الجديد حقيقة براءته حتى يعود في القريب العاجل لجمهوره وأيضا لعائلته. وحقيقة هذه الصورة هي بالفعل للفنان المغربي سعد المجرد، لكنها صورة قديمة ومن المستحيل أن يتم التقاط صور داخل سجن فلوري كما تم تداوله وبالخصوص داخل الزنزانة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.